ولا الله لا ما بنقدمهاش للعذراء. بتقدموها قدام صورة يا راجل حرام عليك. وعلى الهوا الناس يا راجل حرام عليك. في طقس القداس يا راجل بعد ما بيبخر. يا راجل حرام عليك. انت مش عارف طقس الكنيسة؟ طقس ايه يا ابني؟ انا عايشه ما بتبخرش قدام صورة العذراء. بقول لها ايه؟ انا ببخر لها بقول لها ايه؟ بتقول لها ايه؟ بقول لها ايه؟ بتقول السلام لك. بقول لها السلام يعني بتبخر لها. اعترفت بقول لها السلام لك ايتها الممتلئة نعمة. ودي التحية اللي اداها لها الملاك. الكتاب المقدس لم ينكر ان الملاك عندما ظهر السيدة العذراء لبشارتها بولادة السيد المسيح قال لها السلام لك ايتها الممتلئة نعمة. وانا لما بقف قدام صورتها بكرر نفس كلام الملاك ليها اللي هو تمجيد من السماء او تعظيم من السماء لهذه السيدة الذي حمل في بطنها خالق البشرية. بقول لها السلام لك ايتها العذراء والدة الاله الرب معك. يعني انا بس انا عشان ادعاءات بيستخدمها الناس عليه الصغير. طيب انا عشان ابقى بوصل بس للمشاهد دكتور حنين، انا بس اللي بيهمني كمان ايضا انه الخوف من ان يتحول الحب للسيدة مريم العذراء والتقديس لها، وانا زي ما اقول لك انه يعني يجتمع المسلمون والمسيحيون في هذا الحب. يعني هناك خوف، انت بتقول انه كل هذه الضجة منبعها هو تأليه السيدة مريم العذراء. انا لسه ما كلمتش، هو بيوجه لنا الكلام مش لحضرتك. يعني انتم لا تؤلهون السيدة مريم العذراء، وانه السيدة العذراء وصيتها. حضرتك وجهت الكلام ليا، هو اللي بيتكلم. ما اصله كلام مش عاجبني بصراحه، ما تزعلش مني لو كلامه. طيب انا بس عايز اخد منه نفي للتأليه. انت بتقول انه هذه الضجة بسبب التأليه. بص حضرتك، بسبب التأليه، وهي بتأدي للتأليه أكتر وأكتر. والهدف منها إيه؟ عايز أسأل، لو ده من الله، هل الله هيعمل عمل هدفه في النهاية يرجع التمجيد لبشر، والبشر الناس تجري ورا العذراء وهي بشر بدل الله، يقدموا لها طلباتهم ودعواتهم وصلواتهم؟ هل ده يبقى هدف من الله ولا ده هدف من الشيطان؟ هل الشرك بالله هدف من الله؟ هل الله هيعمل حاجة يخلي الناس تشرك بيه؟ خش اي كنيسه. وايه الشرك بالله في ظهور؟ انا عايز حضرتك تروح يوم السبت الجاي تخش اي كنيسه ارثوذكسيه وتصور وتسجل التسابيح. 90% منها تسابيح للعذراء، تسابيح مش صلوات. التسبيح اللي الله يا دكتور حنين الناس تسبح لله وحده يعني. لكن الكنيسه الارثوذكسيه ما بتعملش. خش وسجل يوم السبت الجاي. على فكره النهارده كان في الانجيل بتاعنا الصبح، بس مش عارف الاخ بيقرا انجيل ولا لا. العذراء لما راحت تزور اليصابات في بيتها، العذراء ردت عليها قالت بكلمه بسيطه قوي، قالت هو ذا منذ الان جميع الاجيال تطوبني. يعني جميع الاجيال هتطلب شفاعتي. دي الكلمه اللي ما يقدرش ينكرها الاستاذ. عليه رد عليه. دي طالعه من لسان العذراء نفسها. ليه رد عليه؟ بتقول هو ذا منذ الان جميع الاجيال تطوبني. مش تعبدني. لان القدير. طيب بس لان القدير قد صنع الشفاعه لا تصل الى حد التقديس والتأليه. لم نعبدها. الكنيسه النهارده عايشه في الالفيه الثانيه منذ ان تاسست. لم يصدر منا تصريح واحد ولا تسبيحه واحده ولا زوكسولوجيه واحده اللي بنقولها في كنايسنا. دي الفاظ بقولها، دي بالنسبه للتسبيحات. لم تصدر منا اي شيء يقول ان احنا. طيب هو بيقول بيصدر وبيقول انه شاهد. ده خلينا ننقل للنقطه السؤال اللي هو الاهم، اللي هو بيقول لك ايه اللي هيفيدنا لما نقعد نعمل هذا الجدل حول ظهور السيدة مريم العذراء. قال انه ده يعني هل معقول الله سبحانه وتعالى يوجه البشر الى الضلال، تقديس لبشر؟ يعني بمعنى انه اوجه الناس الى تقديس السيدة مريم العذراء. انت عارف انه ده هذه الضجة ستقود في النهاية الى تقديسها. هناك آية في الكتاب المقدس في العهد القديم بتقول اكرم الذين يكرمونني. في آية تانية بتقول أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه. إذا كانت العذراء ولا تسبيحي للمسكوتات. إذا كانت العذراء دي يا جماعة أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه آخر ولا تسبيحي الله ما يديش مجده ولا تسبيحه لبشر. ادى للعذراء ادالها مجده، ادالها تسبيحه. في واحدة جت تطوب العذراء. أكمل الحتة دي. هو بيقول العذراء قالت منذ الآن جميع الأجيال تطوبني يعني تقول يا بختي، مش تتشفع بيا زي ما بيفسرها ولا تسبحني وتمجدني. ومع ذلك في واحدة جت قدام المسيح وطوبت العذراء. المسيح ما سكتش، قالت له طوبى للبطن الذي حملك وللثديين اللذين رضعتهما. يعني طوبى للعذراء، ما سكتش، علق تعليق قال لها بل طوبى الذين يسمعون كلام الله ويحفظون. قال لها لا، ما تحصريش التطويب في العذراء،
لكن التطويب عام لكل اللي بيحفظ كلام الله. اذا القديسين بقى اللي بتظهر لنا دي كلهم يعني احنا بنعبدهم زي البابا كيرلس وماري جرجس وماري مينا. في نظر الاستاذ احنا ده اللي بيحصل جوه الكنيسه، وانا كشماس شفت ده كله وسبت كنيستكم عشان كده، لانك حولت لمعابد اوثان. بشكر الله ان انت سبتها، وانا بشكر الله طبعا عشان من ساعه ما الحمد لله ان انت ما سبتها الله فتح عينيا وبقيت اشوف الحق اللي في الانجيل. طيب بعيدا عن قضيته الخاصه، هو كلامه بيصب في يعني نقطة مهمة جدا، انه تأليه السيدة مريم العذراء هو المشكلة بسبب ذلك. هل القضية انه يمكن انه كل هذه الضجة وكل هذا الجدل ممكن يقود بالفعل الى تقديس السيدة مريم العذراء بشكل اكبر واضخم ويقود الى التأليه؟ يعني هو بيقول ايه اللي هيفيد المجتمع من ده؟ انا نفسي الاستاذ يجي كنيسة من الكنائس بتاعتنا اللي بيفرق فيها الكتب دي عشان يشوف الناس وانطلاقهم ناحية ربنا. ما هو كان في الكنيسة، هذه الظهورات دي ما هو كان في الكنيسة، يعني هو مش دخيل على الكنيسة. هقول لحضرتك على حاجة، هناك أناس داخل الكنيسة ولم يعيشوا الكنيسة للأسف. طيب أنا هجيب لحضرتك شهادة عالم أرثوذكسي، بلاش شهادة حنين ساعات، بس ما يقاطعنيش لو سمحت. شهادة أكبر عالم أرثوذكسي في العصر الحديث، الأب متى المسكين، أكبر باحث صاحب أخطر وأكبر مراجع صدرت في الكنيسة الأرثوذكسية في العصر الحديث. بيقول في كتابه العذراء القديسة مريم ثيوتوكوس إن الكنيسة بتحط العذراء مكان المسيح الإله وبتديلها نفس الأوصاف بتاعته. هقرأ جزء صغير اللي بيقول في كده في صفحة 28 من كتاب العذراء القديسة مريم ثيوتوكوس للأب متى المسكين، ورقم الطبعة وغيره موجود في كتابي اللي تحت الطبع اللي هينزل عن تأليه. قول لي مضمونه يا دكتور حنين. بيقول مضمونه يعني بيقول عن الأوصاف اللي الكنيسة بتوصف بها العذراء في الصلوات. تبدو هذه الأوصاف خاطئة ومنحرفة، أغلبها يعتبر افتئاتا على العلاقة اللاهوتية السليمة التي تربط العذراء بالرب يسوع، بل وبعضها يضع المسيح موضع العذراء والعذراء موضع المسيح، فتتبادل أوصاف كل منهما مع الآخر في نفس الصفحة الواحدة، مما يشمئز منه الذوق اللاهوتي السليم. يا نبي الأسيس بيقول ما بنعبدهاش في صلواتنا. اسمع الصلوات اللي بيصلوها في الكنيسة، يقولوا لها كده، مش يقولوا لها بشفاعتك، ولا يقولوا لها كل واحد يعظمك يا سيدتي والدتي الإله القديسة كل حين، نعظمك باستحقاق بتماجيد نبوية. في كلام أعظم من كده ممكن يتوجه لله، تعظيم وتمجيد وليها مباشرة، مش بس التعظيم والتمجيد ليس تأليها. لما يقولوا لها نسبحك لأنه من قبل صليب، في كلمة التسبيح تتقال لحد غير الله يا أستاذ وائل. ليس عبادة. لا. طب نخص الله بإيه؟ أنا عايز أعرف نخص الله بإيه؟ بص سعادتك. طيب. هقول لك، هل مسموح للزوجة في سبيل إكرام قرايب زوجها وأحبائه إنها تعطيهم كل ما تعطيه لزوجها حتى جسدها؟ مقبول؟ مش لازم في حاجات تخص زوجها؟ لازم في حاجات تخص الله في الكنيسة، ما فيش عندهم بخصوص لله. السجود مش لله بس، بيسجدوا للعذراء، وفي لحن من ألحان في عيد نياحتها بيقول أسجد عند قدميكي. لا ما بنقولش كده، بيقولوا متسجل في الكتاب وارجعوا والجمهور يحكم بينا. طيب. والصلوات ما بيخصوش الله بيها، والتسابيح ما بيخصوش الله بيها. أولا رأي أبونا متى المسكين على عينه وعلى راسي، بس ده مش رأي الكنيسة. طيب يبقى نرد عليه. اسمع معلش، سيبنا اتكلم لو سمحت، حضرتك اتكلمت كتير. راجع الحلقة وشوف انت اتكلمت قد ايه. اولا الكنيسه لما بتلاقي راي زي كده، الكنيسه ليها مجمع اساقفه بيحط كل الاراء دي وبيتناقش فيها وبيصدر بيان بعد عرضه على قداسه البابا. احنا لم يصدر منا بيانا بيقول ان احنا بنعبد العذراء ابدا، محدش قال كده. اسمع يا استاذ وائل، بيصلوا في الكنيسه بيقولوا ايه؟ بيقولوا في الكنيسه في صلواتهم انت مسكين، ده انت اللي مسكين مش ابونا متى المسكين، ده انت اللي مسكين. طب ما تقاطعنيش، مش ابونا متى المسكين. ما تقاطعنيش وسيبك من حنين مسكين وجاي وكل حاجه. خش في الموضوع، ما تهربش الموضوع، خلينا في الموضوع. سيبك، انا مش جاي ادافع عن حنين، انت جاي تدافع عن حق الله اللي جاي تدافع عن الشيطان، جاي تدافع عن الهي اللي بتسيبوه تعبدوا بشر. انت جاي تدافع عن الشيطان اللي ماشي ورا الشيطان. هو انتوا اللي بتبخروا قدام الصور، انت اللي بتمسك الشوريه وتبخر قدام الصور. دكتور حنين، انا مش عايز ابعد بس عن الموضوع. اسمع بيصلوا يقولوا، مش عاوز ابعد عن الموضوع المتعلق بظهور السيده مريم العذراء. اسمع بيصلوا يقولوا اياتها العذراء الطاهره اسبلي ظلك السريع المعونه على عبدك. معونه؟ واحد يقف قدام الصوره بتاعتها يقول لها اسبلي ظلك السريع المعونه على عبدك. ده انا طالب معونه. وابعدي امواج الافكار الرديئه عنه. اسمع هو بيقصد على عبدك، يعني عبدك. اسمع بيقولوا ايه؟ يا والدة الاله قد وضعنا الثقه فيك فلا نخزى، يعني بيثقوا فيها. نسألك ونتضرع إليك. طب أقول لله إيه؟
طب ما أنا لما بطلب. بقول للبشر اسالك واتضرع اليك اقول الله ايه؟ طب ما انا بطلب العباده عندكم تطلع ايه؟ هو فكرته اللي عاوز يوصلها للناس لم نعبد العذراء. طيب انه هذا الجدل المتعلق بظهور السيده مريم العذراء لم نعبد يعني ليس جديدا. هو عاوز يقول ان الكنيسه او ان بعض المسيحيين وبنتضرع لها وبنطلب معونتها تقديس السيده مريم مساعدتها وبنطلب شفاعتها. روحوا سجلوا الصلاه واعرضوا جزء منها في يا ريت، البرنامج. يا ريت. خشوا اي كنيسه ارثوذكسيه. حضرتك يا ريت في قنوات بس الاستاذ ما بيتفرجهاش، في قنوات خاصه للكنيسه القبطيه بتعرض الحاجات دي اسبوعيا. يا ريت بشوفها وبشوف فيها البابا لما بيخش يقعد وتروحوا تسجدوا قدامه عند رجليه. اوعى تجيب سيره في بيت البابا. الله. اوعى تجيب سيره البابا. اوعى تجيب سيره البابا. بشوفها بس مش عايزين بس شعب الموضوع. انا عاوز بس فيما يتعلق ب هو كل اللي عاوز يقوله بغض النظر عن التفاصيل انه قضيه تأليه وعباده السيده مريم العذراء هي السبب اللي بتوصلنا الى انه الناس تعتقد في ظهور السيده مريم. لم نعبدها ولكنها هي وسيله بتوصلنا لربنا.